وبعد كده بياخد كل الاولاد لمحل لعب اطفال قريب منهم. وقتها بيقرر اوين ان يدفع كل الحاجات اللي اشتروها الاولاد. ساعتها ليلى بتستغرب من اللي بيعمله لان عارفه ان حالتهم الماديه سيئه جدا، وبتقرر انها تساله عن الفلوس اللي بيصرفها ديت. ساعتها اوين بيكذب عليها ويقول لها ان من عيله غنيه جدا، وان الفلوس ديت اخر حاجه بيفكروا فيها، وعندهم فلوس كتير جدا ملهاش عدد. وقتها بنعرف ان اوين قرر انه ما يرجعش فلوس للبنك. بعد كده الحرامي ماني بيشوفه ويروح عنده عشان يتكلم معاه، وساعتها ماني بيهدده انه هيبلغ الشرطه لو ما عطلوش الفلوس اللي سرقها هي والكلب. لكن اوين ما خافش منه وكمان بيتجاهل كلامه ويسيبه ويمشي. ومن سوء الحظ بيكون الحارس ألبرت موجود في نفس المكان. وقتها بيشوف الكلب باندت وواحده من البنات بتلعب معاه. ساعتها بيقرر انه يروح عندها ويحذرها ويقول لها ان الكلب ده حرامي محترف. وقتها البنت بتتفاجئ ان السلسله بتاعتها مش موجوده واتسرقت. ساعتها بتعرف ان الكلب باندت هو اللي عمل كده. وقتها الكلب بيطلع يجري وهم بيجروا وراه لحد ما بيوصل الكلب لبيت اوين. بعد كده ماني وويلي الحراميه بيروحوا عند بيت اوين ويفضلوا يصفروا للكلب علشان يخرج من البيت ويروح عندهم. وبالفعل الكلب بيخرج من البيت، لكن ساعتها الناس بتمسكه ويتصلوا بالشرطه. بعد كده اوين ووالدته بيروحوا لمركز الشرطه علشان يرجعوا الكلب بتاعهم. وساعتها بيتكلم معاهم المأمور ويقول لهم ان الكلب سرق فلوس كتير جدا وهيرجعوه ملجأ الكلاب. بعد كده المأمور بيسألهم عن الفلوس اللي سرقها الكلب. وقتها اوين بيطلع الشنطه بتاعته اللي فيها الفلوس ويسلمها للمأمور، لكن للاسف الفلوس بتكون ناقصه 10,000 دولار وبيكون اوين صرفها على زملاته. وقتها اوين بيكون زعلان جدا علشان هياخدوا الكلب بتاعه ويودوه ملجأ الكلاب. وفعلا الضابط بياخد الكلب قدامه. وقتها اوين بيحزن جدا ويعيط، وكمان بيرجع البيت وهو حزين ومتضايق. وقتها بيدخل عليه تريفر صاحب الملجأ ويحاول انه يخرجه من المود اللي هو فيه، وكمان بيعرض عليه انه يجي الملجأ وياخد اي كلب تاني يعجبه. لكن للاسف اوين بيرفض. بعد كده بيجي الليل واوين بيسلل للملجأ من غير ما الحرس يحس ويروح عند مكان بندد ويسرقه. وفعلا بينجح انه يسرقه وياخدوا الكلب بتاعه ويطلع بيه من الملجأ.